احنا شعب طيب بس كيادين شويه. خد يا واد يا نتن، تعالى اما اقول لك. تعال، فاكر دي يا نتن البيجامه الكاستور؟ لبستها يا نتن انت وزمايلك من 52 سنه. وفاكر يا واد يا نتن لما لعبناكوا لعبه بص العصفوره؟ ده احنا عملنا لكم خداع استراتيجي قبل حرب 73 خليناكوا فرجه للعالم كله. طب والله لا فكرك. نقول بسم الله. الخداع الاستراتيجي بدأ قبل الحرب بكذا سنه. الفتره دي كان اسمها اللا سلم واللا حرب. في الوقت ده مصر كانت بتعلن في كذا خبر كده على انها ممكن تقوم بالحرب في وقت معين. حصل الكلام ده سنه 71 وسنه 72 وفي اوائل 73 نفسها. وطبعا ما كانش بيبقى فيه حرب ولا حاجه. بس انت يا نتن بقى كنتوا بتترعبوا كده، ترفعوا درجه الاستعداد القصوى، تعلنوا التعبئه العامه، وده كان بيكلفكم ملايين، وفي الاخر تكتشفوا ان مفيش حرب. يا فضحتك. لحد بقى ما جات لكم معلومات ان مصر هتقوم بالحرب فعلا، تقوم انت بقى مشغل دماغك وتقول لا، هو انتوا كل مره هتضحكوا عليا وتخسروني فلوس؟ طب انا بقى مش هستعد. شوف يا اخي لما ربنا يسلط عليكم نفسكم. في نفس الوقت ده بقى كانت المخابرات العسكريه بتاعتهم بتتابع كل اللي بيحصل في المجتمع المصري، وبتقرا اللي بيتنشر في المجلات والجرايد. فتلاقي ايه بقى؟ الاعلام المصري بيتكلم في حاجات تانية خالص، اخبار الفن والفنانين، احدث الافلام الموجوده في السينما، الحفلات، او اخبار عن الرياضه والكوره. بس في نفس الوقت كان بيبقى فيه خبر ولا اتنين عن الحرب والجبهه. ما هو برضه ما ينفعش ان احنا نسكت خالص، ده هيخليهم يشكوا. نصحى للكلام. طب المعدات التقيله هتتنقل ازاي على الجبهه من غير ما حد ياخد باله؟ القوات المسلحه نقلت ورش تصليح المعدات دي للخطوط الاماميه. ليه؟ علشان ننقل المعدات دي للخطوط الاماميه قدام العالم كله عادي، ما هو بحجه تصليحها بقى، وكمان علشان ندي انطباع للعدو ان المعدات بتاعتنا حالتها مش قد كده، فطبعا مش هنعرف نحارب. وشربتها انت يا نتن برضه. طب تدريب الجنود هيكون فين؟ القوات المسلحة اختارت كام مدينة كده في كذا محافظة علشان يعملوا فيها التدريبات السرية بتاعتهم، زي الفيوم والمنوفية. وده كان لسببين. السبب الأولاني إن القرى دي بعيدة خالص عن العين، والسبب الثاني بقى إن الطبيعة الجغرافية بتاعت القرى دي كانت قريبة قوي للطبيعة الجغرافية بتاعت الجبهة وسينا، فكنا بندرب الجنود ونرفع كفاءتهم واحنا مغفلينكم يا نتن. لا بس النمرة اللي احنا عملناها معاكم في المستشفيات بقى كانت جامدة قوي بصراحة. ما احنا كنا محتاجين نخلي المستشفيات علشان تستقبل الجرحى والمصابين من الحرب، بس إجراء كبير زي ده ممكن يخلي العدو يشك. عملنا احنا ايه بقى؟ طلعنا اشاعه ان المستشفيات انتشر فيها وباء خطير جدا، ودي كارثه، فلازم نخلي المستشفيات فورا علشان نطهرها. امال يعني نسيب الناس تتعدي؟ عملتوا فيها ناصحين يا نتن انت وزمايلك، وقمتوا بانيين خط بارليف، وقال ايه ان ده اللي هيوقف المصريين. نقبك طلع على شونه. القوات المسلحه استقرت انها تعمل فتحات في خط بارليف بقوه الميه، بس احنا كده محتاجين نجيب من اوروبا طلمبات ميه كتيره قوي. هنعمل ده ازاي من غير ما نلفت النظر؟ سافر مجموعه من الضباط لانجلترا والمانيا على اساس ان هم مهندسين زراعيين ورايحين يشتروا طلمبات ميه من هناك بحجه التوسع في الاراضي الزراعيه، وفعلا رجعوا وهم معاهم 400 طلمبه ميه ودخلوا بيهم الاراضي المصريه عادي جدا. لا رايح فين يا نتن؟ لسه، تعال اسمع. ده اللي حصل في السنين دي كلها حماده، واللي عملناه فيكم يوم 5 و6 اكتوبر حماده تاني خالص. الصحف المصريه نشرت ان وزير الخارجيه المصري هيقابل نظيره الامريكي في نيويورك يوم 5 اكتوبر، يعني قبل الحرب بيوم وزير خارجيه مصر هيكون في امريكا. وفي نفس يوم 5 اكتوبر ده تم الاعلان ان قائد القوات الجويه مسافر علشان يزور ليبيا. والصحف المصريه كمان نشرت ان وزير الدفاع المصري هيقابل نظيره الروماني في القاهره يوم 8 اكتوبر. يعني كل القيادات المهمه مش موجوده في سينا. طب بالذمه دي بلد هتحارب؟ ده في يوم الحرب نفسه في جنود على الجبهه كانوا بيلعبوا ماتش كوره قبل الحرب بكام ساعه. بس جت معلومات للناس البعده بقى ان مصر احتمال تشن الحرب النهارده، لكن ده هيكون على الساعه 6 بالليل كده. اصله كان معروف وقتها ان اي حرب في العالم بتقوم في توقيتين، يا اما مع اول ضوء للنهار يا اما مع اخر ضوء. بس اتفاجئوا ان مصر اعلنت الحرب الساعه 2 الظهر، وفي صيام رمضان كمان، شيء لا يصدقه عقل. لو احنا نسيبكم كده لازم نضايقها عليكم اكتر. اليوم ده كان عيد الغفران بتاعكم، فمدين معظم الجنود اجازات، وطبعا مش هتلحقوا تستدعوهم بسرعه قوي كده عشان الحرب. وبفضل الله انتصرنا وعبرنا وانتوا لسه مش مصدقين يا عيني. قمنا ملبسينكم البيجامه الكاستور علشان تفضلوا فاكريننا. قوم دور عليها يا نتن عندك في الدولاب جوه هتلاقيها. وعلى راي المثل ان كنت نسيت اللي جرى هات الكاستور يتقرا.